مرحباً بالجميع في هذا التحليل. فكرة غريبة، أليس كذلك؟ كيف يمكن لسائل، مجرد سائل، أن يجعل عضواً في الجسم مثل الكبد يبدأ في تخزين الدهون؟ اليوم سنقوم بتفكيك هذه السلسلة الكيميائية المذهلة خطوة بخطوة، لنبدأ ونرى كيف يحدث ذلك. هذا هو السؤال الكبير الذي سنحاول الإجابة عليه، والجواب حسناً هو عبارة عن سلسلة من ردود الفعل تماماً مثل أحجار الدومينو. عندما يسقط الحجر الأول تتبعه كل الأحجار الأخرى حتماً. إذن هذه هي رحلتنا اليوم. سنمر عبر كل هذه المحطات لنفهم القصة كاملة، وكيف أن كل جزء يمهد الطريق للجزء الذي يليه مباشرة. حسناً، لنبدأ من نقطة البداية. المحطة الأولى هي الكبد، وهو المعالج المركزي في الجسم الذي يتعامل مع الكحول. ما يفعله الكبد هو عملية من خطوتين، لكن انتبهوا جيداً، في كل خطوة من هاتين الخطوتين يستهلك الكبد جزيئاً حيوياً جداً اسمه NAD+، وينتج جزيئاً آخر اسمه NADH. احتفظوا بهذين الاسمين في أذهانكم لأنهما مفتاح القصة كلها. وعلى الفور، هذه العملية التي تبدو بسيطة لها نتيجة ضخمة وفورية، أنها تحدث تغييراً كيميائياً هائلاً في الكبد يمكننا أن نسميه فيضاناً من جزيئات ال NADH. حسناً، لكي نفهم ما يحدث يجب أن نتحدث عن هذه النسبة. تخيلوا أن جزيء NAD+ هو عامل نشيط جاهز للقيام بجميع أنواع الوظائف في الكبد، ولكن عندما يستهلك الكبد الكحول يتحول هذا العامل النشيط إلى شكله المتعب أو المشغول، وهو NADH. وهنا تكمن المفاجأة. انظروا إلى حجم هذا التغيير، الفرق هائل. ترتفع نسبة NADH إلى NAD+ بشكل صاروخي لتصل إلى السماء. هذا الارتفاع الجنوني هو أصل المشكلة بأكملها. إذن ما هي أول نتيجة لهذا الخلل الكيميائي؟ هنا يسقط حجر الدومينو الأول، وهو يضرب عملية استقلاب الدهون في الكبد بقوة. النتيجة المباشرة الأولى هي هذه: فرن حرق الدهون في الكبد يتوقف عن العمل تماماً. يفقد الكبد ببساطة قدرته على حرق الأحماض الدهنية للحصول على الوقود. لكن لماذا؟ السبب في الواقع بسيط جداً، ويعيدنا إلى العمال الذين تحدثنا عنهم. عملية حرق الدهون تحتاج إلى هؤلاء العمال النشيطين أي NAD+ لكي تعمل. لكن تذكروا، جميعهم الآن مشغولون بتكسير الكحول وتحولوا إلى NADH، لذا لم يعد هناك أحد للقيام بمهمة حرق الدهون. خط الإنتاج هذا يتوقف بالكامل. لكن القصة لا تنتهي هنا، لا على الإطلاق. في نفس الوقت الذي يتوقف فيه حرق الدهون يحدث شيء آخر، وهنا يسقط حجر الدومينو الثاني، مما يجعل الوضع أسوأ بكثير. لم يتوقف حرق الدهون فحسب، بل في نفس اللحظة يبدأ مصنع بناء الدهون في العمل بأقصى سرعة. إنها ضرب مزدوجة وقاسية للكبد، لا حرق وإنتاج هائل للدهون الجديدة. إليكم كيف يحدث ذلك؟ الناتج النهائي من تكسير الكحول يتحول إلى مادة تسمى أسيتيل-CoA. عادة هذه المادة تدخل في دورة إنتاج الطاقة، لكن خمنوا ماذا؟ هذه الدورة أيضاً معطلة بسبب فيضان NADH، فتجد الخلية نفسها مع فائض هائل من هذه المادة تتراكم وليس لديها مكان تذهب إليه. الحل الوحيد المتاح: تبدأ الخلية في إعادة توجيه كل هذا الفائض إلى طريق سريع آخر، الطريق السريع لبناء الدهون. وهذا يوضح مدى مأساوية الوضع. إنه حصار مزدوج، من ناحية عملية حرق الدهون نفسها متوقفة، ومن ناحية أخرى فإن منتجاً ثانوياً من عملية بناء الدهون الجديدة يذهب ويغلق البوابة التي تسمح للأحماض الدهنية بالدخول إلى الفرن ليتم حرقها. النظام مغلق تماماً. حسناً، لنجمع كل القطع معنا الآن ونرى الصورة الكاملة. لدينا حرق متوقف وبناء متسارع. ماذا يعني هذا الازدحام المروري الأيضي للكبد ككل؟ الصورة الآن واضحة تماماً. حرق الدهون منخفض جداً، تصنيع الدهون مرتفع جداً. النتيجة الحتمية: تراكم هائل للدهون المخزنة،
والمشكلة الأكبر أن قدرة الكبد على شحن هذه الدهون وتصديرها محدودة. قسم الشحن لا يستطيع مواكبة الإنتاج الجنوني، لذا ليس للدهون مكان تذهب إليه. تبدأ بالتكدس داخل خلايا الكبد، وهذا هو ما نسميه الكبد الدهني. الآن حتى هذه اللحظة حالة الكبد الدهني لا تزال في الواقع قابلة للعكس إذا توقف السبب. ولكن ماذا يحدث إذا استمر هذا الوضع على المدى الطويل؟ هنا نتجاوز الخط من حالة قابلة للعلاج إلى ضرر دائم. يوضح هذا التسلسل الزمني المسار الخطير للمرض. يبدأ بالكبد الدهني، من هناك يمكن أن يتطور إلى التهاب وتلف في الخلايا. إذا استمر الضرر، يبدأ الجسم في تكوين نسيج ندبي، وهو ما يسمى بالتليف، والمرحلة النهائية يمكن أن تكون تليف الكبد، تندب شديد ودائم يدمر بنية الكبد ووظيفته إلى الأبد. ومن المهم جداً أيضاً أن نتذكر ذلك الشرير الآخر الذي قابلناه في الخطوة الأولى، الأسيتالدهايد. هذه المادة ليست مجرد وسيط غير ضار، إنها سامة بحد ذاتها. إنها تدمر بروتينات الخلية مباشرة وتعزز الالتهاب، وتدفع بالمرض حقاً إلى تلك المراحل الأكثر خطورة. إذا كانت هناك جملة واحدة تلخص كل هذه العملية فهي هذه: إنها جوهر الأمر. الكحول يحول الكبد إلى خلية لتخزين الدهون، لأن عملية تكسيره تسرق جزيء NAD+ اللازم لحرق الدهون بهذه البساطة. وهكذا نختتم بهذا السؤال للتفكير. الآن بعد أن فهمنا تأثير الدومينو الأيضي الدقيق هذا، كيف أن كل قطعة تسقط حتماً القطعة التي تليها، كيف يغير ذلك منظورنا للعواقب البيولوجية حتى للكميات التي قد يسميها البعض معتدية. إنه بالتأكيد شيء يستحق التفكير. شكراً لانضمامكم إلينا.